هذه صور تتابعونها من أمام مسجد الفتح. على ما يبدو بعض الأهالي يعني يقفون إلى جنب يختبئون من طلقات الرصاص وقنابل الغاز. ولينا الآن عبر الهاتف الإعلامي شريف من داخل مسجد الفتح. شريف، ماذا يحدث الآن داخل المسجد؟ عملية اقتحام من قوات الجيش المصري مع اطلاق نار خفيف، اطلاق قنابل صوت، اطلاق غاز مسيل الدموع، اطلاق رصاص حي من كل الاتجاهات. اثناء 3 ساعات القوات العمليات الخاصة في الشرطة نحن الآن اطلاق نار وقعوا المسجد بالفعل، واطلاق نار من جميع الاتجاهات. نحن الآن لا ندري ماذا سيحدث. هم يبدو ان هناك مذبحة جديدة سوف ترتكب الان في بيت من بيوت الله في مسجد الفتح برمسيس. يشهد العالم على ما تفعله على افعال الجيش المصري والشرطة المصرية في الشعب المصري السن الاعلى. يشهد العالم على اقتحام المساجد، يشهد العالم على تدمير المساجد، يشهد العالم على قتل الابرياء في المساجد، يشهد العالم على الدماء التي تسيل في المساجد. هؤلاء قتل، هؤلاء مجرمون، هؤلاء لا يراعون اي حرمة من الحرمات ويقتحمون الان المسجد ولا ندري ماذا سيحدث. الصور بالفعل تظهر اعتداء على المسجد وتصاعد